ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. انا عندي طريقه للفراخ المشويه تسمى بطريقه الكسلانين. كسلانه ونفسك تاكلي فراخ مشويه في الفرن لذيذ. طب تعالي بقى معايا نعمل فراخ مشويه هتاخد منك في العمايل ماكسيمم 10 دقايق، بس طبعا هي بتاخد وقت في الفرن. المهم ان انت ما تقفيش كتير وانت بتعمليها. هقول لك تبقي مجهزه ايه. اول حاجه كميه الفراخ بتاعتك، انا عامله نص فرخه والمقادير اقولها لك على نص فرخه برده، منضفاها كويس وحطاها في كيس حراري. وعلى النص فرخه دي انا معايا طماطميات متوسطين، او لو انت مش عايزاهم متوسطين وعندك كبار يبقى طماطميتين، وبصلتين برده متوسطين. لو ما عندكيش متوسطين هتبقى بصلايه كبيره، وقرن فلفل وده اختياري. حضرت الكبه بتاعتي، هقطعهم كلهم في الكبه. حضرتهم اهو، حطيتهم في الكبه وهبدا افرمهم فرم خشن، بمعنى ان انا مش عايزاهم يبقوا مفرومين ناعم عصير، لا انا عايزه بيبقوا فيهم قطع بس متقطعين ونازله السوائل بتاعتهم. وهو ده التكستشر اللي انا عايزاه، منهم مفرومين ونازل منهم السوائل بتاعتهم، ومنهم برضو فيهم ايه قطع زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم انا الريحه مش عايزه اقول لكم حلوه ازاي، الميكس ده عامل ريحه مع بعضه حلو قوي. هنبدا دلوقتي بقى نحط التوابل. معلقه ملح كبيره، خلي بالكم انا بقول كبيره علشان خاطر دي هتبقى فيها سوائل كتير ولسه الفرخه هتنزل سوائلها عليها، فالملح اللي انتوا بتحطوه كتير بيتهيأ لكم، يعني هي معلقه كبيره مناسبه لنص الفرخه. شطه، ودي برده حسب الرغبه، انا حاطه قرن فلفل وحاطه شطه عشان احنا بنحب كده. فلفل اسود بقى توصي شويه، يعني برده بمقدار معلقه كبيره. ورق لورا بس انا مكسره بايدي، وكفايه قوي 3 فصوص حبهان صغيرين تكوني كده دايسه عليهم علشان يطلعوا السوائل اللي فيها برده وهي بتستوي. وقلب قلب 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 قلب. ودلوقتي كده الخليط بتاعنا جاهز ينزل على الفراخ في الكيس الحراري. بجد ريحته من قبل ما يستوي فظيع، ما بالكم بقى لما يستوي. عايزه اقول لكم ريحته بتفكرني بايام زمان لما كانوا بيعملوا فراخ المشويه في الشوايه مش على الفحم، وكانوا بيملوها سلطه كده، كنت بتطلع ريحتها الريحه دي. كده انا حطيتهم في الكيس، هبدا بقى امسك الكيس كده نص نص واقلب الفراخ كويس واربط الكيس. وكده الكيس جاهز يدخل الفرن على اعلى درجه حراره لمده من نص ساعه لساعه الا ربع. انا طلعتها بعد نص ساعه. هفتح الكيس بقى دلوقتي وافضي المحتويات في الصينيه اللي تحتيه. فضيت المحتويات وهي دلوقتي جاهزه تتحط في الفرن تاني، بس تحت الشوايه. المره دي هتسيبوا الفرن شغال زي ما هو عادي، بس هتفتحوا عليها الشوايه بقى. طلعتها بعد 10 دقايق من تحت الشوايه. لو عايزه تحطيها اكتر من كده تاخد لون اغمق براحتك، بس انا بحب الصوص يبقى مليان كده ومش ناشف، وبحبها تبقى جوسي. بجد طعمها بيبقى حلو قوي. دي احلى طريقه لشوي الفراخ في البيت بعد الشوي على الفحم، وحقيقي هي سهله قوي. انتي ما بتقفيش كتير وانتي بتعمليها، كل العمايل او الوقت في الفرن، بس طعمها حلو، ريحتها بتقلب الشقه كلها، والصوص بتاعها تحسي ان انت مش عايز تخلصي اكل من كتر حلاوته.